السلام عليكم. انا عايز اقول لك لو انت بتاخد دواء للضغط من عيله اي سي انهبيتور اللي هو انكيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، ايه الكلام الكبير ده؟ خلينا في السهل. لو انت بتاخد دواء ضغط بينتهي بكلمه بريل، كلمه بريل زي كابتوبريل، ليزينوبريل، ايزابريل، اي دواء من الادويه دي، رامبريل، كلها تبع الاي سي انهبيتور. فانا جاي اقول لك ان لو انت بتاخد حديد، عندك انيميا وبتاخد حديد، ما ينفعش تاخده معاه. ليه؟ لان الاتنين هيتفاعلوا مع بعض وهيعملوا مركب مش هيمتص، فبالتالي هتفقد قيمة الحديد وهتفقد كمان قيمة دواء الضغط. أما نعمل إيه؟ تفصل بينه وبين دواء الضغط، أو تفصل بين دواء الضغط وبين الحديد بساعتين على الأقل. وعايز اقول لك حاجه تاني، ان الحديد وجدوا ان لو انت الدواء الضغط بتاعك اللي هو بينتهي بكلمه بريل ده بيعمل لك كحه، بيعمل لك سعال وكحه مستمره وانت مستريح والضغط مظبوط على الدواء ده، فوجدوا ان الحديد بيقلل الكحه دي او السعال ده وبيخليها تخف. فخلي بالك تفصل ده عن ده بساعتين على الاقل. سلام عليكم.